ازيك يا ابو حميد؟ عامل ايه؟ ازي حضرتك يا باشمهندس؟ ايه الحمد لله. الاخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله. طيب انت من اكتر الناس اللي بتحب تشتغل بالمعجون الاسمنتي المصنع في مصانع مايكا جروب، تمام يا هندسه. صح كده؟ فانا اخترتك عشان برضو انا عارف ان يعني لوست احمد من الناس الشطار، ربنا يخليك يا وقلت لك عايزين نعمل كده تصوير عشان خاطر نعرضه للناس ونوريهم المعجون بتاعنا عامل ازاي. تحت امرك يا هندسه. المعجون الاسمنتي ده اصلا بتشتغل بيه في ايه؟ معجون الاسمنت يا باشمهندس بيبقى ليه كذا استخدام، يعني انا اول استخدام عندي بستخدمه في عيوب الحيطه، اي عيب في الحيطه انا بستخدم المعجون الاسمنتي ده قبل ما اسحب عليها معجون، تمام؟ سواء بقى شغل تكسير وبعد كده رموه، سواء في عيوب في الحيطه ما حرقشنا، كل المشاكل دي بعالجها بالمعجون الاسمنتي. دي حاجه. الحاجه الثانيه لو هشتغل في حمام سباحه مثلا او حواض ميه او خزانات، لازم استخدم المعجون الاسمنتي ده قبل اي حاجه ثانيه، قبل ما نحط العازل يعني. وشديد في الصلابه، بيمنع معايا تسريب الميه، يمنع معايا الرطوبه او توابعها بمعنى صح. تمام. ما تجيبش معايا ايه رطوبه فيما بعد، يعني حتى لو هيحصل رطوبه لا، طالما انا نزلت بالمعجون الاسمنتي بتلافى موضوع او بتلاشى موضوع اللي هو بتاع الرطوبه ده، مش هتحصل معايا في الشغل. طيب يلا عايزين نشوف بقى الكلام ده عملي. يلا سيدي فرجني. اول المعجون الاسمنتي موجود. ماشي يلا. مايكا جروب. هو بيجي لك شكاره بودره وانت أيوة. بتعجنه. تمام. تمام. يعني انت بتظبط التخانه بتاعته والشغل بتاعه على حسب ما هواك انت. هو قوي وصلب، تمام. فانا استخدامه بيريحني كعزل، كأمان. طبعا هندسه احنا كده انت كده بس يعني مديله ميه زياده ولا انت ده اللي بيريحك انت في الشغل؟ الميه زادت مني شويه يا هندسه. تمام. بس احنا يعني بالنسبه كشغل هو كده جاهز تمام للفرد. تمام. طب يلا بقى نشوف الفرد بتاعه. جهزنا المعجونه بتاعتنا. لكن انت تقدر تتحكم، عايز تزود شويه بودره، عايز تعمل اللي انت عايزه. الاستخدام اللي انا هستخدمه. تمام. كل حاجه بايدينا. تمام. انت اخترت البلدوره دي يعني قلت لي عشان ابين ازاي هقدر انا يعني انا الدنيا. مثلا ممكن طبعا عمر ما هيبقى في حيطه بالطريقه دي، بس بتبقى اقل بكتير منها، بس انا اخترت دي من اجل ايه؟ ان احنا هنبدا نبين شغلنا. تمام. فانا بقوم جاي ساحب ساحب المعجون بحيث ان انا كل الفراغات دي تتملي معايا، تتسد، تعمل عزل، وفي نفس الوقت انا مليتها. تمام. وعالجت اي عيوب فيها. طب اخبار سحبه معاك وفرده ايه؟ لا تمام، هو كقوام كويس وكسحب وفرد هو ممتاز. خامه ناعمه وقويه في نفس الوقت. بعدين شروطها بقى اللي هي بتقوم بالمطلوب كعزل وكتصليح اي عيوب موجوده. تمام. ده هيبقى الشكل النهائي بقى بتاع الحيطه، ناعمه ومفروده وكويسه. بعد كده بقى احنا بقى هنفرد معجون عليها، المعجون العادي بقى بتاعتك، ونشتغل احنا او تحط الاسمنت، العازل الاسمنتي لو انت بتشتغل. لو هشتغل بقى حمام سباحه او كده. او لو انت عايز تعزل حاجه بسيطه ممكن تخش على طول على المايكا برايميرو اللي هو العازل الاكريليك بعد المعجون الاسمنتي. يعني كل شغلانه وهي بتحكي قصتها وبتقول انا عايزه ايه. ايوه صح كده؟ احنا كده مبدئيا اهو سحبنا شغلنا. لكن انت في الشغل معاك بتحس انه بيفرد كويس، بيمطر، ما بيكلفكش كتير. ايوه دي كلها بتبقى مزايا بقى. تمام. يعني هو لازم كل منتج ليه مواصفاته. هنا مواصفاته معايا هنا ناعم، سريع في الفرد، نضيف، خامه قويه. تمام.
بس انا عارف ان السكينه دي مش حلوه، فمش فارده معاك حلو. لا دي مش مشكله. اما برضو الحرف بتاع السكينه بيبقى حلو وبيساعد الصنايعي كويس. بس يعني انت عملت من الفسيخ شربات بالسكينتين التعبانين دول، برافو عليك. احنا بس عشان ما كناش مستعدين يا باشمهندس، بس الحمد لله اهو احنا كده يعتبر اهو. كنا هنعتبر ده مثلا جدار، فاحنا كده ايه اتعاملنا مع العيوب كلها. الجدار اصبح معايا اهو مسطح واملس، تمام. لمينا كل المسام اللي فيه والفراغات، تمام كده بيبقى جاهز لشغل المعجون. تمام. بعد ما بيشد خلاص. تمام يا ابو حميد. ده منتجنا يا باشمهندس. تمام. انا بشكرك على الفيديو والديمو اللي احنا عملناه دون، وان شاء الله كده يعني تكون الدنيا كويسه ومظبوطه معاك وربنا يجي بالخير. شكرا يا ابو حميد، شرفتنا. سلام.